السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. كل سنة وأنتم طيبين، سنة هجرة علينا جميلة بإذن الله. ربنا يحقق لنا اللي احنا كلنا نتمنى نتحققه، وكل سنة وأنتم طيبين بعاشورة. عاشورة احنا طبعا أيام عاشورة بنعمل عاشورة، فاحنا النهاردة عملنا عاشورة في منتهى الجمال بأقل إمكانيات وبسيطة وكل حاجة سهلة أوي والحمد لله. بس قبل ما ابدا واوريكم طريقه عمل العاشوره، اشتركوا لي في القناه وفلعوا لي زر الجرس، وكل سنه وانتم طيبين، وصلوا على النبي واذكروا الله. تعالوا بينا نشوف العاشوره بتاعتنا. ادي العاشوره بتاعتنا اهي، ادي العاشوره بتاعتنا، ادي العاشوره بتاعتنا اهي، جميله جميله جميله. هنحط عليها شويه مكسرات. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، نحط عليها شوية مكسرات حلوين، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. شايفين بقى تقيلة ازاي، حلوة ازاي؟ شايفين التقل جميل ازاي؟ تقيلة وجميلة وماسكة نفسها وكل حاجة. هوريكم طريقة عمايل العاشورة، طريقة سهلة جدا اهي، جميلة جميلة جميلة. بصوا بقى جميلة ازاي، الله. شايفين القوام بتاعها حلو ازاي؟ ادي القوام بتاع العاشوره، ادي القوام، لا تقيل ولا خفيف، كده القوام يبقى سهل وجميل وحلو، احسن ما تكون تقيله قوي. فطبعا تعالوا نشوف العاشوره بتتعمل ازاي، نتوكل على الله وتعالوا معايا صلوا على النبي. ما تنسوش تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه واذكروا الله وصلوا على النبي، ويلا بينا. يلا بقى اوريكم العاشوره بتتعمل ازاي. أول حاجة بننقعها، بعد ما انقعها هعمل إيه؟ بنقعها يوم، يعني 12 ساعة 24 ساعة عادي. بعد كده أرمي المية، أغسلها وأحط لها مية، وبعدين أحطها على النار. خلاص؟ واحدة واحدة معايا. كده غسلنا القمح أهو، القمح دوت نص كيلو قمح، اسمه قمح بليلة، اللي بنعمل بيه البليلة. هنعمل بيه العاشوره. جبت نص كيلو وهشوف غسلته ونقعته اهو، منقوع وجميل اهو وابيض زي الفل. خلاص هحط بقى فيه ميه اهو، واسلقه، وبعد ما اسلقه هوريكم هعمل ايه. هحط الاول الميه واوريكم كميه الميه قد ايه. حطينا قد ايه بقى؟ غسلناه، حطينا 4 كوبايات ميه، دول 3 كوبايات ودي الكوبايه الرابعه على النص كيلو، 4 كوبايات. هولع النار واحطها لغايه ما يستوي، وبعد ما تستوي هقول لكم هنعمل ايه. هولع النار، حطينا البليله او قمح البليله على النار، هيغلي ويستوي. لو احتاج ميه هحط له كوبايه ميه، هيغلي ويستوي، ولو احتاج ميه هحط له كوبايه ميه لغايه ما يستوي خالص، واوريكم هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى هنشوف الايه البليله بتاعتنا، اللي هو البليله عمل ايه. تعالوا نشوف. شوفوا ايه، شرب الميه كلها واستوى. هوريكم استوى ازاي اهو. بصوا بنحط ايدينا بتتعفص اهي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط اللبن اهو. انا جايب 2 كيلو لبن على نص كيلو قمح بليله. بس في معلومه بقى عايز اقول لكم عليها، وانتوا بتحطوا البليله على النار ما تغطوهاش لانها بتفور، ولو فارت هتغرق لكم البوتاجاز. انا بعمل ايه؟ بعمل كده، شايفين؟ بديها تهويه شويه، لكن لو عملتها كده هتفور وهتنزل ايه؟ هتبهدلك البوتاجاز. عشان كده انا بعملها كده خلاص، وبعد ما تستوي اشيلها خالص اهي. هجيب اللبن اهو بتاعي واحطه، بس مش هحطه كله. احط اللبن اهو، ادي اول كيلو. هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اديني حطيت الكيلو الاولاني، هقلب اهو،
كله مع بعض، اخليه يقعد يغلي مع بعض، اخليه يغلي تاني. الكيلو التاني مش هحطه دلوقتي، مش هحطه دلوقتي، لما ده يغلي ويقلل اللبن بتاعه احط الكيلو التاني، ومش كله، احط نص كيلو واخلي نص كيلو نشا او كريم شانتيه. يعني ممكن تبقى ممكن تحط له نشا، ممكن تحط له كريم شانتيه. بالنسبه لي انا احط له كريم شانتيه. ما عندكيش كريم شانتيه حط معلقتين نشا. هوريكم خطوه بخطوه، خطوه بخطوه. دلوقتي هعمل ايه؟ هحط السكر. هحط السكر عليه عشان يتسكر، عشان القمحه تاخد من السكر ويتسكر، تيجي تاكليها تبقى مقمحه مسكره. حطيت السكر قد ايه؟ على ال2 كيلو لبن نص كيلو سكر، نص كيلو، واقلبه وادوقه. لو عايز احط له، مش عايز يبقى حلو كده. اقلب السكر دلوقتي اهو، بقلب السكر عشان القمحه دي تاكل من السكر، تشرب اللبن وتشرب السكر، تشرب اللبن وتشرب السكر، واحده واحده تغلي. واقول لكم هتعمل ايه تاني. هنبتدي بقى نحط نص كيلو اللبن التاني، بس ما بحطوش كله. تعالوا بقى بصوا، عشان الكريم شانتيه الكريم شانتيه او النشا، الكريم شانتيه او النشا. بحط نص الكيس اهو، بحط نص الكيس للكريم شانتيه او النشا. انا هحط كريم شانتيه سليم، واحط النص التاني هنا. تعالوا شوفوا، ادي النص التاني. يلا بقلب اهو، بقلب. شايفين اللبن عامل ازاي؟ اللبن كتير ازاي؟ وبص مستوي ازاي؟ شايفين الحبه بيضه زي القشطه ازاي؟ قشطه بيضه اهو. هنقلب، وبعد ما نقلب هوريكم نعمل ايه دلوقتي. هنتوكل على الله. اللبن بتاعنا اهو، اللبن بتاعنا. هعمل ايه بقى؟ تعالوا بصوا، هاخد شويه اهو، واخدين بالكم؟ مجراش حاجه لو خدت نص القمح، عشان ما يبقاش كبير وعلى المعده كده. فانا باخد القمح مش كله بقى، باخد شويه قمح بحطهم في الخلاط، واخدين بالكم؟ هحط هنا بقى القمح بتاعي، حطيته في الخلاط اهو. هقوم جايب معلقه حلوه زيكم كده، هقوم جايب معلقه حلوه اهي، واجيب الكريم شانتيه. اللي ما عندوش كريم شانتيه يحط نشا، بس الافضل الكريم الشانتيه، هتديله ريحه وهيديله طعم ويديله كشكشه جميله جدا، اخر جمال. اللي ما عندوش كريم شانتيه علب، يجيب كيس كريم شانتيه يحطه كله في كيس جاهز من عند السوبر ماركت، يحط كله. اللي ما عندوش كريم شانتيه يحط معلقتين نشا او 3 معالق نشا. احط انا الكريم الشانتيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث معالق مكانهم 3 معالق نشا، يعني ال3 معالق مكانهم ال3 معالق نشا. واقوم عامل ايه؟ هقوم حاطط الفانيليا معاهم عشان كله يدوب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص شغلته،
ما طبعا شغلته اهو، طبعا ما خليتهوش ناعم قوي، برضك يا دوبك مره واثنين والثالثه وطفيت عليه. هحط كل المكونات دي بقى تاني فين اهو. تعالوا بصوا اهو، خلاص كله بقى مع بعض. هقعد بقى اقلب فيه لغايه ما ايه يغلي. هوطي عليه بقى، انا كل ده محل عليه، هوطي عليه، هقعد اقلب فيه عشان ما يلزقش. وبعد كده براحته. بياخد قد ايه؟ بياخد حوالي نص ساعه على النار، على نار هاديه، نص ساعه. بعد ده يتقل وهيكون في منتهى الجمال. خلاص. وبعد كده لما هصبه هوريه لكم. يلا حبايبي اهو، بصوا يا جماعه خلص اهو. شفتوا؟ بصوا بقى اهو، شفتوا التقل اهو. ما يبقاش تقيل قوي، لما يبقى تقيل قوي مش هيبقى حلو. انا بعمله كده، ما يتحط بقى تاني يوم ويتحط في التلاجة هتلاقيه مسك، لكن عشان ما يبقاش تقيل قوي كده خلاص. انا هوريكم بس بيغلي ازاي اهو. شايفينه بيغلي ازاي اهو؟ واخدين بالكم من الطرقعه؟ خلص. اعمل ايه بقى؟ هطفي عليه دلوقتي. طفيت عليه وجبته. هعمل ايه بقى؟ اعبيه اهو. توكلنا على الله. اقلب، اقعد اقلب كده وانا بقى ايه بقلب اهو. واخد اول واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفينه عامل ازاي؟ اهو. ايه رأيكم؟ خلي بالكم هيمسك هيبقى جميل قوي يعني. يعني ما تفكروش ان هو خفيف كده، لا هيمسك في التلاجة كده. الحمد لله والشكر لله وايه، والحمد لله كده خلص. اعملوا لي بقى ايه، امان عليكم، اشتركوا لي في القناه واعملوا لي فعلوا لي زر الجرس وايه، واشتركوا لي وايه وتابعوني. وربنا يكرمكم ويسعدكم. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وعاشوراء طيبين. ما تنسوش 4 و5 صيام، ربنا بيغفر سنه. انتوا اولى واحنا كلنا اولى. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.